السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جريد 6؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دكتورة مها منصور، والنهاردة ان شاء الله هنكمل مع بعض شرح تقييمات الاسبوع العاشر في مادة الساينس فيرست تيرم 2025 2026. يلا بينا نكمل الأسئلة بتاعتنا. هنا برضو الكلاس بيرفورمانس. تمام. بي ا ساينتست ان ذا هيت، خليك عالم في مجال اللي هي الحرارة. طيب through the opposite figure show the method of heat transfer. بقول لي من خلال الصورة اللي قدامك قول لي الميثود اوف هيت ترانسفير، طرق انتقال الحرارة. انا عندي 3 ميثود، 3 طرق للهيت ترانسفير، لانتقال الحرارة: conduction, convection and radiation. conduction, convection and radiation. اولا الكوندكشن يعني توصيل، وده بيحصل في السوليد اللي هي الحاجات الصلبة، اللي هي بيكتشر نمبر 1 اللي هي الصورة اللي هي الاولى اللي هي ايد الحلة. ايد الحلة دي تعتبر سوليد، فالحرارة بتنتقل ليه عن طريق الكوندكشن، يعني نمبر 1 كوندكشن توصيل. نمبر 2 المية دي ليكويد، وطالما ليكويد يبقى الحرارة بتنتقل في الليكويد من خلال ايه يا ولاد؟ او convection يعني الحمل الحراري. طيب نمبر 3، النار دي بقى هتنشر الحرارة بتاعتها في الهواء يا ولاد من خلال حاجة اسمها الراديشن، الإشعاع. راديشن يبقى نمبر 1 conduction، نمبر 2 convection، نمبر 3 radiation. يبقى conduction, convection and radiation. طيب بعد كده بقول لي in front of you a set of cards that determine what happens when the material is heated or cooled. Place the number of the card in their appropriate place. مديني مجموعة من الأرقام أو كروت يعني، وكل كارت مكتوب عليه حاجة معينة. هو عايزنا نختار من الأرقام دي اللي هي 1 و2 و3 أو 4 و5 و6. هختار ايه اللي هيحصل لما المطر يحصل لها هيتنج، أسخنها، وايه اللي هيحصل لما المطر أعمل لها كولينج، أبردها. طيب خلينا أول حاجة نشوف هو when the matter is heated، لما المادة بنسخنها ايه اللي هيحصل لها؟ اول حاجة يبقى المطر gain heat energy او thermal energy، يبقى هتبقى نمبر 4 material molecules gain heat، يبقى لما بسخنها gain heat يعني هتكتسب حرارة. طيب ولما تكتسب حرارة ايه اللي هيحصل لها؟ molecule speed يعني سرعة الجزيئات هيحصل لها increase، لان الكاينيتيك انرجي طاقة الحركة زادت، فبالتالي التمبريتشر هتزيد. يبقى معانا كمان نمبر 6، ما هي المادة لما جين ثيرمال انرجي لما بتكتسب حرارة، تمام، المولكيولز او البارتكلز بتبدأ موف فاست، بتتحرك بسرعة، لان الكاينيتيك انرجي طاقة الحركة زادت، فبالتالي التمبريتشر هتزيد. تمام كده؟ تمام. وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ قال لي يا ولاد الهيت از ترانسفيرد تو ذا ماتيريال، والحرارة تنتقل للمادة لان هي اكتسبت حرارة. يبقى معانا نمبر 2 ونمبر 4 ونمبر 6. نمبر 2 ونمبر 4 ونمبر 6، يبقى دول اللي هيحصلوا لو المادة هيتد سخناها. طيب لو الماتيريال بقى المادة كولد بردناها، اولا لوز هيت هتفقد حرارة اللي هي نمبر ايه؟ هتبقى نمبر 3 او لوز ثيرمال انرجي. تمام، الاتنين معنى واحد يعني 3 و5 معانا، في كلتا الحالتين لوز هتفقد ثيرمال انرجي. وطالما انا فقدت يبقى السبيد اوف بارتكلز سرعة الجزيئات هيحصل لها ديكريز، هتقل، والكاينيتيك انرجي هيحصل لها ديكريز، هتقل، فالتمبريتشر تقل اللي هي نمبر 1. يبقى معانا نمبر 1 و3 وكمان هتبقى 5. يبقى 1 و3 و5 دول اللي بيحصلوا لما الماتيريال كولد تبرد. خلينا نكمل. طيب بعد كده by using the student book according to what you have studied write what the following refer to. يعني ايه thermal energy؟ يعني ايه thermal energy؟ اولا الثيرمال energy it's a form of energy. it's a form of energy يعني صورة من صور الطاقة which transfer بتنتقل منين؟ من الهوت object للكولد object. يبقى it's a form of energy transferred from hot object to cold object. طيب التمبريتشر درجة الحرارة الافريج of kinetic energy of moving particle، يبقى it is the average of kinetic energy of a moving particle، يعني متوسط طاقة حركة الجزيئات. طيب يعني ايه الترانسفير ميثود؟ they are different method for heat transfer. they are different method of heat transfer like أو such as conduction, convection and radiation. يبقى number 1 it's a form of energy transfer from hot to cold object. number 2 temperature average of kinetic energy of moving particle. heat transfer, conduction, convection and radiation. خلينا نكمل. طيب بعد كده نشوف أسئلة الهوم وورك. write what the following statement refer to، يعني مصطلح علمي the energy that the body gain due to its movement and increase with the speed of the body. مين الانرجي اللي بيكتسبها الجسم نتيجة حركته؟ thermal energy.
thermal energy طاقة حرارية. هنقولهم بعد كده نكتبهم. نمبر 2 give reason for you feel cold when you hold an ice cube in your hand. ليه بتحس بالبرودة تمام لما تمسك اللي هي الايس كيوب مكعب تلج in your hand because the thermal energy transferred from the hand to the ice cubes. because the thermal energy لان الطاقة الحرارية transferred انتقلت من الهاند من ايدي للايس كيوبس لمكعب التلج. طيب نمبر 3 what would happen when you hold a hot cup in your hand. ايه اللي هيحصل لما تمسك hot cup كوبايه سخنه في ايديك؟ يبقى الهيت الحراره او الثيرمال انرجي transferred from the hot cup to your hand. الحراره تنتقل من الهوت كاب الكوبايه السخنه للهاند لايديك. طيب compare between melting and freezing. تمام، يعني ايه melting ويعني ايه freezing ويعني ايه evaporation ويعني ايه condensation؟ يبقى هتبقى أول واحدة thermal energy. number 2 because thermal energy transfer from the hand to the ice cube. number 3 thermal energy transfer from hot cup تمام كده to hand الإيدي. طيب هنشوف بقى اللي هي الcomparing يا ولاد. طيب أول مقارنة بالنسبة لنا بيقارن ما بين الميلتنج والفريزنج. ميلتنج يعني انصهار، فريزنج يعني تجمد. الميلتنج يعني تشينج اوف ماتر، المادة تتحول من ايه الميلتنج؟ من سوليد لليكويد، يبقى من سوليد لليكويد يبقى ميلتنج. طب لو من ليكويد لسوليد لان هم عكس بعض، الفريزنج عكس الميلتنج انفيرس يعني عكس بعض تمام. يبقى اللي من سوليد لليكويد من صلب لسائل ميلتنج، الحاجه انصهرت او ساحت يعني كانت جامده وساحت. طب يعني ايه فريزنج؟ يعني كانت ليكويد وتحولت لسوليد. تمام ده من حيث الديفينيشن. مين فيهم جين ثيرمال انرجي؟ مين بتكتسب حراره؟ اكيد الميلتنج. الثيرمال انرجي بنكتسب ثيرمال انرجي، لكن هنا لوز بنفقد ثيرمال ايه انرجي. تمام، هنا البارتكلز والجزيئات away from each other هتبدا تبعد عن بعضها. هنا في حاله الفريزنج البارتكل او يعني close to each other هتقرب من ايه من بعضها، ده الميلتنج والفريزنج. تمام. طيب هنقارن بعد كده بين الايفابوريشن والكوندنسيشن. ايفابوريشن يعني تبخر، يعني الماده تحول من الليكويد للجاز، من الحاله السائله للحاله الغازيه. اعكسها بقى، يبقى الكوندنسيشن عكسها، التكثف عكسها، من الجاز للليكويد. طيب مين فيهم جين ثيرمال انرجي؟ مين اللي بتكتسب ثيرمال انرجي؟ الايفابوريشن جين ثيرمال انرجي يعني الطاقه الحراريه بتزيد، لكن الكوندنسيشن لوز بنفقد حراره. يبقى احنا قارنا ما بين اللي هي الميلتنج والفريزنج ودول عكس بعض، والايفابوريشن والكوندنسيشن ودول عكس بعض. طيب اخر سؤال معايا بيقول لي what happened to the particles of matter when they reach freezing point. ايه اللي هيحصل للبارتكلز اوف ماتر جزيئات الماده لما يحصل لها فريزنج تتجمد؟ اول حاجه they close to each other هيقربوا من بعض. تمام، وكمان السبيد السرعه بتاعتهم يحصل لها ديكريز، يبقى السبيد ديكريز and close to each other. يبقى السبيد هيحصل لها ديكريز، السرعه بتاعت الجسيمات هتقل، وكمان close to each other هيقربوا من بعض. طيب خلينا نكمل بعد كده. بقول لي برضو اسئله الكلاس برفورمانس على الاسبوع العاشر. هيت موف بارتيكل. طيب مدينا هنا الهوت ووتر والكولد ووتر اللي هي الميه السخنه والميه البارده. هنا بقول لي تمبريتشر اند بارتيكل موفمنت. نمبر 1 ا كاب اوف تي، دي كوبايه شاي. ثينك فكر كده، شوجر ديسولف فاستر ان هوت ووتر اور كولد ووتر. يعني السكر هيدوب في الميه الهوت السخنه ولا الكولد اسرع؟ اكيد الهوت ووتر، الميه السخنه هتدوب الحاجه بسرعه، يبقى اكيد هتبقى هوت ووتر، يبقى تبقى هوت ووتر. طيب انك دروب، يعني ايه انك دروب؟ اللي هي نقطة الحبر يعني. look at the previous picture and answer the required with the following. يعني مديني هنا تو بيكتشر، الصورة الأولى مديني هوت ووتر دايب فيها نقطة حبر، وكولد ووتر ومية باردة حطينا برضو فيها نقطة حبر. زي ما انت ملاحظ مين فيهم نقطة الحبر انتشرت بسرعة، حصل لها ديفيوجن أو سبريد؟ أكيد في الهوت ووتر انتشرت بسرعة. تمام. طيب هنا بقول لي أنا عندي إن الووتر وهي سخنة كانت التمبريتشر بتاعتها 80. تمام، وهي كولد كان درجة حرارتها 5. طيب هنا بيقول لي time taken for the ink to spread، يعني الوقت اللي هياخده الحبر عشان ينتشر في المية السخنة. تفتكروا 15 سكند، 15 ثانية ولا 40 ثانية؟ أكيد طبعا هتبقى 15، يعني وقت أقل لأنها انتشرت بسرعة لأن درجة الحرارة عالية. لكن في الكولد ووتر المية الباردة هتاخد وقت شوية عقبال ما تنتشر، يبقى أكيد 40 سكند 40 ثانية. يبقى نمبر إيه؟ يبقى في الهوت ووتر هناخد 15 سكند 15 ثانيه، في الكولد ووتر هناخد 40. طيب بالنسبه بقى للكولر سبريد، انتشار اللون هيبقى اسرع فين؟ هيبقى كويكلي في الهوت ووتر وسلولي في الكولد ووتر. يبقى كويكلي في الهوت ووتر وسلولي في الكولد ووتر. هيبقى كويكلي في الهوت ووتر وسلولي في الكولد ووتر. خلينا نكمل.
بعد كده بقول لك complete the following. The speed of ink spread in hot water is space its speed spread in cold water. اكيد انتشار الانك الحبر في الميه السخنه larger than، تمام كده، او اكبر من greater than، اكبر من الكولد ووتر. نمبر 2 give reason because the hot water molecule، لان السبب بقى ان الهوت ووتر molecules move faster than، اسرع من، او move faster بتتحرك بسرعه، which cause increase the نقط of its molecule، هزود الكاينيتيك انرجي of its molecule. يبقى اول حاجه الهوت ووتر بيحصل فيها انتشار للانك للحبر بسرعه. ليه؟ لان البارتكلز موف فاستر بتتحرك فيها اسرع، فهزود الكاينيتيك انرجي. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده هنكتب ده كله دلوقتي. the higher the temperature the more نقط thermal energy، the more thermal energy. يبقى the higher temperature كل ما تزيد درجه الحراره يبقى انا بمتلك thermal energy عاليه جدا، صح؟ thus increasing the نقط energy، عشان كده هزود ايه؟ الكاينيتيك energy of the particles of matter and moving space while with a higher space and moving fast، تمام كده، with a higher kinetic energy. يبقى دي الإجابات بتاعتنا. تمام. خلينا نشوف أسئلة الهوم وورك. correct the following statement، هنصحح الجملة دي. the higher the temperature the slower the particle move. لا، هتبقى the higher temperature كل ما تزيد درجة الحرارة، the faster the particle move كل ما تتحرك أسرع. يبقى بدل كلمة slower هتبقى faster. يبقى بدل slower هتبقى faster. number 2 give reason the color of the food spread in hot water faster. ليه اللون بينتشر بسرعة جدا، تمام، في الهوت ووتر في المية السخنة؟ because the hot water particles move very fast، بتتحرك بسرعة جدا. يبقى because the hot water particle move very fast، تمام، بتتحرك بسرعة جدا. طيب بعد كده what happen when adding to equal amount of food color in hot water and in cold water. لو جبنا اللونين وحطينا واحد في الهوت ووتر واحد في الكولد ووتر، مين فيهم يا ولاد هيحصل لها سبريد، هتنتشر بسرعة؟ يبقى هنقول the food color spread faster in hot water than cold water، يعني في المياه السخنة يحصل لها سبريد، تنتشر أسرع من الكولد ووتر. يبقى الفود color spread fast in hot water than cold water. طيب بعد كده بقول لي compare between the spread of food color in hot water and spread it in cold water. قارن ما بين انتشار الحبر او الوان الطعام يعني في الهوت ووتر عن الكولد ووتر. هي بتبقى طبعا فاستر، اسرع في الهوت ووتر عن الكولد ووتر. اخر سؤال how temperature affect the movement and speed of particle. ازاي التمبريتشر بتاثر على الموفمنت والسبيد، السرعه والحركه؟ اولا هنقول when the temperature is high، لما التمبريتشر تبقى عاليه يبقى الموفمنت of the particle increase، يعني الحركه هتزيد، والسبيد برضه هيحصل لها increase، يعني الجزيئات move faster. يبقى لما التمبريتشر increase، لما درجه الحراره بتزيد، البارتكلز move faster with high speed، بتتحرك بسرعه. يبقى الإجابة بتاعتي when temperature increase particle move faster with a high speed، يعني لما درجة الحرارة بتعلى الجزيئات بتتحرك بسرعة وبسرعة عالية جدا كمان.